الميزان مش دايما بيقول الحقيقة، خصوصا لو بتاخدي حبوب منع الحمل. أخطر نقطة وهي خطر رجوع الوزن بعد الدايت. الأبحاث بتشير إن الستات اللي بتستخدم الحبوب المشتركة أثناء الدايت بيكون عندهم احتمال أعلى لرجوع الوزن بعد ما يوقفوا الدايت، وده بسبب التغيرات الهرمونية اللي بتأثر على معدل الحرق وتوزيع الدهون والشهية واستجابة الجسم للإنسولين. الحل؟ المتابعة المستمرة بعد الدايت، ورياضة منتظمة للحفاظ على الكتلة العضلية، وأكل متوازن بروتين عالي. وما توقفيش الدايت فجأة، اعملي انتقال تدريجي. طيب ليه الناس كلها فاكرة إن الحبوب بتتخن؟ في 3 أسباب رئيسية. السبب الأول هو المية المحبوسة. في الأسابيع الأولانية الجسم بيحبس شوية مية، والناس بتفتكرها إنها دهون، لكنها بتروح بعد كده. السبب التاني هو الشهية. الهرمونات ممكن تخلي الشهية تفتح شوية، بس الوزن عمره ما بيزيد لوحده من غير ما ناكل أكل زيادة. السبب الثالث هو السن الطبيعي. أغلب الستات بتبدأ الحبوب في سن طبيعي الوزن بيزيد فيه من 20 ل 30 سنة، فبنربط الزيادة بالحبوب غلط. نصائح عملية لو بتستخدمي حبوب منع الحمل: أولاً، راقبي دهون الدم، اعملي تحليل كل 6 شهور. ثانياً، زودي البروتين خصوصاً لو بتعملي دايت. ثالثاً، اشربي مية كتير للتخلص من احتباس السوائل. رابعاً، مارسي رياضة للحفاظ على الكتلة العضلية. خامساً، ما توقفيش الدايت فجأة، اعملي انتقال تدريجي عشان تتجنبي رجوع الوزن. سادساً، استشيري دكتورك لو حسيتي بأي تغيير كبير. لو عايزين نصائح تغذية علمية دقيقة ومبنية على أحدث الأبحاث العالمية، تابعوا صفحة نيوتري آرتك. هنا بنجيب لكم آخر الدراسات والمعلومات اللي العالم كله بيعتمد عليها، لأن صحتك تستاهل معلومات علمية صحيحة 100%.